ما شاء الله تبارك الله. هذا يا شباب صدر من الباحة عند الأخ، الله يجزاه خير، سهل عليه ويبارك لنا له وله. ما شاء الله تبارك الله. كيلو ونص. افتح. عطم ملعقة جديدة الله يجزاك. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. يا اخوان اقسم بالله العظيم اللي رفع 7 ونزل 7 ان هاللي قدامي ذا مصنع من مصانع جدة. هاللي انا ذقته الان مصنع من مصانع جدة. جاي توقيك وانت تذم بضاعتنا يعني ما قصرت. الحج ما طلعت وجهك ولا تصور. لا عموما ممسوك واحد من بابها وصارت مشاكل. الهدف يا اخوان والله ما انا بقطع رزق الرجال ولا ذا، ولا طلعت لوحته ولا ادري وش هو، لكن اخذ ماء وسكر والله انه ارحم من هاللي باع ذا واسويه ببيتي. انت مطوع وتخاف الله وتقبل. هذا صناعي يصنع بجده ونجران، لكن ما هو بشرها عليك على اللي مخليك تبيع هنا. عمي انا اقول لك زين ما انا من انت، انا ما اعرفك ولا قلت اسمك، حط استكرك على العسل علشان ادري من انت واقول هذا لا تقربونه واوريك. ولو اقول لك كم رقم جوالك ولا من انت والله ما تعطيني اياه. وانا والله يا اخوان ما هو بقطع ارزاق، لكن والله العظيم ان المرض بعينه واعلموا هاللي معروض الان، اللي قدامنا شفناه تو، والله انه مرض. الطيب يمرض من اللي انا شفت من النوعيه. في مصنعين، واحد بجده وواحد بجيزان، يصنع نشيره للمصانع حقت الحلويات. مع الاسف يستغل ويباع على انه عسل، بو مواصفات بو شكل، بس ما ودي اطوله معه. تلقاه صافي بالحيل، اذا رفعت الملعق ونزلته صافي. ان شاء الله ان حصل لي فرصه عرضت عليكم شكله، لكن نصيحه من اخو لاخوانه، احد يبيع بشارع لا تشري منه. لو هو طبيعي وسليم وذا يفترض العسل حنا كمسلمين انه علاج. وشلون لو خذ واحد عنده سكر ذا ولا واحد عنده لا سمح الله مرض صعب، شلون بياكل منه ذا؟ شو بيصير عليه حاله؟